بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هكلمكم عن أمر أنا عن نفسي مش بستخدمه بصراحة. بس هو أمر مهم والله، يعني أمر ممكن يفيدك كتير في شغلك. هو في النهاية تبع طريقة شغل كل واحد يعني. انت طبعا بتدور على الأسهل ايه بالنسبة لك وبتتعامل بيه يعني. الأمر ده هو أمر مالتي لاين. امر مالتي لاين بيعمل لك دبل لاين كده مع بعض. يعني امر ازاي؟ تعالوا نشوف على طول. امر مالتي لاين اختصاره ام ال انتر. نمسك من هنا كده كده زي ما انتوا شايفين، هو ماشي معاك دبل لاين. طيب خصائص الامر ده ايه؟ نعمل تاني ام ال انتر. هنبص لتحت هنلاقي بيظهر معانا 3 اختيارات: justification وسكيل وستايل. justification تعالى نختارها كده ونشوف هيجيلنا ايه. ندوس عليها هيجيلنا برضو 3 اختيارات: التوب والزيرو والبوتوم. ايه التوب وايه الزيرو وايه البوتوم؟ التوب اللي هي النقطة دي، ان انت بداية الخط بتاعك تكون منين، فالتوب ده معناه من هنا. الزيرو ده معناها من النص. البوتوم ده معناها من تحت. تعالوا نشوف سوا. احنا عملنا دي التوب، هنختارها تاني عشان نشوف ونمشي بمقاس معين. نعمل كده مثلا، وليكن هنقول ايه 5 في 5 في 5. طبعا احنا قلنا ان التوب بيمسك من هنا، فبالتالي طول ما انا ماشي الحسبة اللي انا او المقاس اللي انا اديتهوله هو مشيهولي على ده. فلما نيجي نقيس ده او ده او ده، انا طبعا اخترت 5، فنيجي نقيس كده نشوف على 5 5 5. طيب المقاس الداخلي ده نقدر نتحكم فيه ازاي؟ هقول لكم ايه بعد ما نخلص الجاستيفيكيشن دي. طيب نعمل ام ال تاني ونختار جاستيفيكيشن الزيرو. شوفوا لو تلاحظوا معانا، شوف انا ايدي ماشيه فين، هو بدأ منين؟ بدأ من النص. يعني هناخد مثلا 5 تاني، 5 5. طيب لو جينا نقيس دي مش هتطلع 5، طلعت 5.5. ليه؟ لان حرفيا عشان تشوفوا هناخد السنتر بتاع ده كده ونقيس من هنا. لو قسنا مثلا من هنا لهنا اللي هو المفروض من السنتر، يعني هيدينا ال5 بتاعتنا، لان احنا ماشيين بالسنتر، فبالتالي اللي هو الزيرو يعني، بالتالي هو ماشي كده 5 5 5. طبعا الموضوع مش موضوع 5 يعني، بس هي كمقاس يعني. وطبعا لو اخترنا ML justification البوتوم، هتشوفوا هنا بادئ منين. شوفوا بدأ منين، بدأ من تحت. هنقيس 5 5 وراح فين 5. هنيجي نقيس من هنا، اداني ال5 من هنا. طب فوق هيديك ال5 زائد ده. وهنا ده بقى هتفيدك بايه؟ هتفيدك لو انت لما بتكون بترسم وعندك المقاسات اللي انت عايز تتعامل بيها، انها مثلا تبقى مقاسات خارجية او مقاسات داخلية، او ان انت هتتعامل بالسنتر لاين بتاع الحاجة. طيب ده بخصوص الاختيار بتاع justification. طيب السكيل تعالوا نشوف السكيل مثلا كام. السكيل هنا 1. طب لما نيجي نقيس ده نشوف ايه الواحد ده. نيجي نقيس الحيطة اللي احنا عاملينها هنلاقيها 1. هنلاقيها 1. طيب انا عايزه 2، عايزه نص، عايزه ايا كان. هنعمل ام ال نختار سكيل ونكتب 2 وجاستيفيكيشن نجيب مثلا بوتون. هنعمل كده. طبعا مش هركز بقى في المقاس دلوقتي عشان احنا دلوقتي بنشوف مقاس الحيطة نفسها. هنيجي نشوف بقت 2. عايزة 3 تبقى تختار 3.
عايزها 4 تختار 4، عايزها نص تختار النص براحتك. منين؟ من سكيل. طيب الستايل، الستايل ده بقى إيه شغلانة شوية. لما نيجي نختار الستايل، هو طالب منك هنا اسم الستايل اللي انت عايز تتعامل بيه. طيب انا يا سيدي، هو بيقولك ستايل المالتي لاين مش ستايل اللاين. طب احنا المفروض عشان نتعامل باختيار الستايل ده، بنعمل ستايل لنفسنا او ستايل هنتعامل بيه. منين بقى؟ ال ستايل. زي ما انتوا شايفين انا اخترت ال، هي جابت مفيش ال، ماشي ال ستايل. هيتفتح لنا البوكس ده. طبعا احنا واقفين على الستاندرد العادي اللي هو بيديهولنا ده. طيب احنا نخش نعمل ايه؟ هنعمل نيو ونكتب مثلا ال1 مثلا يعني، ونعمل كونتينيو. هيتفتح لنا البوكس التاني ده. ده هنا بيقول لك اهو نيو مالتي لاين ستايل ال1. ده اللي انا عملته جديد، فانا ايه اخش اشوف انا عايز اعمل ايه. طبعا هو بيتعامل هنا معاملة اللي هو من الزيرو، من نقطة الزيرو. فانت كده احنا طبعا الاساسي كان اللي هو عرض الحيطة واحد واحد. فهو مديك من هنا نص فوق وتحت سالب نص، يعني كده نص وسالب نص. طيب نعمل ايه بقى؟ هو هنا الاختيار قدامك اهو. ده مثلا اللاين ده يعني القائمة بتاعت elements دي فيها الخطين. ده الخط ده بتاع ده، والخصائص دي بتاعت الخط ده، والخصائص دي بتاعت الخط ده. طيب عايزين نعدل فيها بقى. ممكن نعدل من هنا، نخلي دي واحد، تمام، ونيجي على دي نخليها سالب واحد. طيب بالنسبة بقى للالوان والكلام ده، احنا ممكن نعدل فيها برضو من هنا لوحدها، نخليها بايلير او ان احنا نديها لون لوحدها. بس عامة نخليها بايلير دلوقتي، يعني دي حاجة ايه انت وذوقك يعني. طيب اللاين تايب نفسه او اللاين ستايل نفسه، هندوس على ده برضو، هنحدد الخط اللي احنا عايزينه ونشوف احنا عايزين نغيره ولا لا. هنشوف هنا طبعا مفيش. هنعمل لود ونختار مثلا وليكن، خلينا مثلا نجيب حاجة اي حاجة يعني مش هتفرق. نختار ده مثلا، ده اوكي. هو هنا غيره لي اهو على المسمى الجديد. طيب انا مبدئيا كده ايه هخلي ده متغير وده إيه اسيبه عادي بايلر اللي هو هيبقى كونتينيو يعني. ونعمل اوكي. اوكي ونعمل اسيت كارنت كمان عشان تبقى معانا. اوكي. لما اجي اعمل مالتي لاين ال، هروح بقى على الخانة بتاعة الستايل واقول له انا كنت مسمي البتاع ايه ال1، وانا اقول له انا اخترت ال1 واعمل كده. شوفوا اداني خط وخط. انا طبعا الخط اللي فوق ده اللي انا كنت بعدل فيه، اللي انا كنت معدل الخصائص بتاعته. نبدأ هنا نشوف. انا طبعا انا عملت الستايل ده وخلاص تمام، انا راضي بيه. طيب انا لو حبيت اعمل ستايل تاني وتالت ورابع ايا كان على حسب استخدامي في الرسمة يعني. طيب نعمل ايه بقى تاني؟ نعمل MLS ستايل، تمام. احنا طبعا ده واحد، ده نوع عندنا. نعمل تاني L2 وندخل عليه ونشوف بقى هنا. انا مثلا انا هغير القيمة دي ونغير. احنا زي ما انا قلت لكم قبل كده ان ده يخص الخط اللي فوق، وده يخص الخط اللي تحت، تمام. هنعمل ده 2 ونغير اللاين تايب ستايل بتاعته. نجيب واحد تاني وليكن دوتد مثلا ده. اوكي سوري. اوكي نروح للي بعده، هنخليه -2. -2. طيب لو خلينا -1 هيحصل حاجة؟ لا مش هيحصل حاجة. تعالوا نشوف. نغير ده نخليه كونتينوس عادي ونعمل اوكي. اوكي نشوف بقى ML لاين ونختار ستايل اللي هو L-2 انتر. هنشوف الجاستيفيكيشن هنعملها من التوب ونشوف الوضع هيكون عامل ازاي. هو عادي تمام اهو.
تمام، ادانا ده دوتد وده كونتينيو. طيب في حاجة بقى تالتة كده، بخصوص ان انا عايز اعمل مالتي لاين، وعايز اديله خط السنتر كده كأنه اكس، اللي هو خط السنتر بتاعه يعني، خط السنتر بتاعه. نعمل ايه بقى؟ ده طبعا هيكون في الستايل برضو بتاعي. نعمل MLS ستايل، ونعمل ستايل تاني خالص اللي ده through 3 continue. هنيجي هنا، احنا عندنا خطين، احنا عايزين خط تالت. هو من نفسه ادانا خط تالت في السنتر، هنخليه زيرو زي ما هو. كل اللي علينا نعمله ان احنا ايه، هنغير الستايل بتاعه، نجيب السنتر وليكن هو ده سنتر 2 ونختاره اوكي، ونديله مثلا وليكن لون اصفر او اخضر ايا كان، يعني انت هنا بتتحكم فيه. طيب بما ان انا اكون عايز خط سنتر معين معايا، الطبيعي ان انا ايه اوحد بقى الاتنين. طب لو انا مش عايز اوحد الاتنين بحيث ان انا عندي خط سنتر ومن بره المسافة من السنتر لبره اكتر من اللي جوه، برضو ايه ده كل ده تبع استخدامك ايه. بس خلينا نمشيها ايه بالسناتر كده، ونيجي على ده نظبط برضو الخط بتاعه، نديله بوردر مثلا او نخليه دوت، ماشي خليه اي حاجة يعني عشان بس نغيره وخلاص يعني. شوفوا هنا عمل ايه، ده الريفيو بتاعتي، البريفيو بتاعتي اداني ظهر لي خط السنتر في النص. طيب تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. ML انتر ستايل، احنا قلنا L3 انتر، ونختار justification نخليها مثلا من الزيرو اللي هو يبدأ من النص. شوف بقى الخط بقى هيمشي معايا ازاي. اداني خط السنتر. انا عايز نغير السكيل بتاعه مثلا خليه 5، خليه 10 براحتي يعني. طيب في حاجة بقى تانية حلوة هقول لكم عليها دلوقتي، وليكن مثلا نعمل خط تاني تمام، ونرسمه، نرسم مثلا واحد كده واحد كده. عارفين انتوا الفيلت والتريم والكلام ده. طيب انا مثلا عايز ان الخط ده انا مش عايز مثلا الجزء اللي فوق، وعايز الخط ده وده بس. ده ممكن طبعا ينفعك لو انت بترسم مواسير او اي حاجة من الحاجات اللي زي دي. اعمل ايه؟ مجرد ما اجي هنا على المالتي لاين عامة، نقفل دي بس، وادوس دبل كليك كده عليها، هتتفتح لي القايمة دي. القايمة دي بقى فيها زي ما انتوا شايفين كده ايه، التعديلات اللي انا ممكن اعملها في المالتي لاين اللي معايا او في الستايل اللي معايا. يعني مثلا حاجة زي كده، ادوس عليها، اعمل كده كده، شفتوا؟ تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، تعالوا مثلا نعمل ان احنا نشيل ده مثلا، نجيب نشوف مثلا الاختيار بتاعه. تعال نجرب دي بحيث ان احنا هنعمل كده وكده، هنشيل ده ونشيل ده، نعمل كده وكده، بغض النظر عن التأثير اللي حصل ده يعني. تمام. تعالوا نجرب حاجة تانية. تعالوا نجرب دي بلاش دي، يعني تعالوا نجرب مثلا اي حاجة يعني. النظرية ان او الفكرة كلها، تعالوا نجرب مثلا ده، ان ده كأن دي ماسورة ماشية فوق ده او العكس. تعالوا نشوف ده وبعد كده ده، شفتوا عمل ايه؟ دي كده معناها انها ماشية من فوق. فدي في الغالب هتنفع بقى بتوع التكييف او بتوع البايبس والكلام ده، اللي بيستخدم اللي عندهم شغل مواسير. تعالوا نجربها برضو في ده. احنا كانت فين ده؟ نعمل كده وكده، لا خلينا نمشي العكس، نعمل ده. هو كده بتختار اللي ايه اللي هينزل تحت. طبعا انت طبعا ما انت ما بتجرب وبتشوف هتعرف تتعامل يعني. طب تعالوا نجرب نعمل ML، نشوف ده هيظبط مع ده ولا لأ. نعمل دبل كليك عليه ونجرب دي مثلا، نعمل كده كده، ظبطت اهي.
تعالوا ML نعمل مثلا، نعملهم فيلت، نعمل كده كده، نعمل كده كده. لا ده خلاص هو ده اتعمل، بس ده ضرب هنا في الحتة دي. إيه، نعمل كده، نعمل كده. شفتوا الموضوع ماشي ازاي؟ ده باختصار موضوع المالتي لاين. وشوف ايه بقى انت هيفيدك ازاي، طريقة استخدامك عليه، لعبك عليه. اتكلمنا طبعا عن ان احنا ازاي نعمل خط سنتر في النص. ده برضه هيفيدك في شغلك، ان انت تبقى انت عارف حدودك فين، وهكذا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من المعلومة يعني، وان شاء الله اشوفكم على خير.